السلام عليكم الاخوان والاخوات، نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بصحه جيده كيف ما ديما. كنشكركم بزاف على التعاليق ديالكم على التشجيعات ديالكم. اليوم حطيت الحريشات ديال البلبوله بالشعير، نتمنى تكملوا الفيديو حتى للاخير وديروا هاد الحريشات بحق في هاد البرد كيجيو زوينين في الصباح الفطور والكوتي ولا الوليدات يديو معاهم المدرسه. كنشكر الناس الجداد، كنقول لكم مرحبا بكم وشكرا لكم بزاف. بارطاجيو معكم هاد القناه باش تكبر بكم، حتى اللي كيشوف الفيديو ديالي اول مره مرحبا بك معايا في القناه. بغيتكم تجربوا هاد الحريشات كيجيو غزالين ما شاء الله. يلا كملوا معايا الفيديو حتى الاخر تشوفوا طريقه التحضير ديال هاد الحريشات. انا خديت الاناء اللي غادي نخدم فيه دابا وغادي نحط فيه داك البلبوله الرقيقه. البلبوله الرقيقه هي اللي كتطلق الحرشه ديال البلبوله الشعير. هاد الرقيقه وكاينه الغليظه وكاينه المتوسطه. انا خديت الرقيقه غسلتها مزيان وفزقتها، خليتها واحد نص ساعه وهنا حطيتها وغادي نزيد عليها. المهم خصكم تنقيوها مزيان، المهم تغسلوها مزيان وتعاودوا تغسلوها مزيان باش يتحيد لنا داك الدقيق اللي فيها. صافي وكنخوي عليها الماء طايب غير شويه، فهمتي؟ ما تكتروش ويكون الماء طايب غليان بحال نديروا اتاي باش تشربوا دغيا. وغادي نخليها تنفخ وتشرب هذاك الماء وتشرب تقريبا واحد ساعه د المكانه تتشرب هذاك الماء كامل. وغادي نغطيها وغادي نخليها كي قلت لكم ساعه. هنا من بعد ما دازت ساعه غادي نرجع ليها، غادي نحركها هكا كيف ما شفتوا. وغادي نزيد هنايا واحد شويه ديال الملح اللي كيبقى على حسب الذوق، وما تكثروش الملح، البلبوله كتشد الملح والناس اللي عندهم الطونسيون داكشي ما يديروهاش. وغادي ندير الخميره وغادي ندير معلقه ديال العسل، ولا اللي ما عندوش العسل يدير سنيده. هنا عندي ربع كاس ديال الزيت، من الافضل يكون زيت زيتون. انا هنايا ما عنديش، درت غير الزيت العاديه وهي من الاحسن، من الافضل يكون زيت الزيتون. وهنايا درت كاس كبير ديال السميده اللي كنصاوبوا بها الحرشه. وغادي نبقى نشوف الخليط كيفاش داير. هنا هز ليا 2 كيسان ديال السميده ديال الحرشه اللي كنصاوبوا بها، او تغربلوها، اكيد تغربلوها. صافي وغادي نخلطها، ندخل هنايا. الا شفتوه خفيف زيدوا السميده، شفتوه هو هذا لان كتعرفوا السميده مازال غتشرب، ضروري غادي تشرب. غنخليها ربع ساعه. هنا عينيكم ميزانكم، انا جاني الخليط خفيف زدته. المهم هزت لي 2 كيسان وربع. هنا غادي نخليها واحد ربع ساعه بين ما نوجد المقله ديالي. غادي تزيد تشرب تقريبا، ما خدات لي هنا غير 10 دقائق. صافي هنا كنفرش. هنا جبت هذيك البلبوله ديالي، انا جبت غير متوسطه، كاينه الغليظه اللي بغى يدير الغليظه يدير. انا جبت غير متوسطه من بعد ما نقيتها حتى هي. وهنا جبت هاد السيركل اللي خاص بالحرشه، حريشات صغار. ممكن هنايا تجيبوا غير غلاقه ديال شي قرعه ولا هذا حتى هي تخدم. هذا المهم تيفينيها وكيعطيها شكل زوين، راها متواجده في الاسواق. هنا كنبقى نهز هذوك الكويرات على حساب القياس اللي بغيتو، على حساب داك السيركل اللي عندي. وغادي نبقى فرشت واحد الكاغيط ديال الفرن وبديت نخدم ونحط كيف ما كتشوفوا في الفيديو راه شارح نفسه. وضروري ديروا هاد العمليه هذه باش تسهل عليكم الخدمه كيف ما شفتوا. وغادي شي داك الورق ديال الطبخ كيسهل عليكم الخدمه. غادي نفرشوا وكندهن يدي بشي اما بزيت الزيتون او بشي د الماء. انا كي قلت لكم ما كانش عندي زيت الزيتون، وفي الحقيقه زيت الزيتون كيخليها بنينه. من الاحسن ديروها، ولا ما كانتش الله يحسن العوان راه دابا عرفتي شحال ولات. المهم غادي نبقى مستمره بحال هكا حتى نوجد هاد الكويرات ديالي كامل نشكلهم هاد الحريشات. عينكم ميزانكم، الا ما عندكمش هاد السيركل ديروا عينكم ميزانكم وخدموا. المهم ولا شي ولا حرشه كبيره. تالي ما بغاش يدير هادو صغيورين يديرهم كبار. وحده كبيره، وحده كبيره ويصوبها في المقله. المهم هنا غادي نبقى مستمره حتى نكمل هاد الحريشات كاملين. قبل ما نطيبهم خص ضروري تكون المقله الثقيله ديال الحرشه، او المقله تكون عندكم زوينه.
انا كنطيب ديك المقله الثقيله، انا رانا ديجا مجرباها معاكم وطيبت فيها شحال من مره الحرشه والرغيفات. في حق ما كنستغناش عليها، ضربت عندي مده تبارك الله شي 8 سنين. غادي ندير هاد السخن، وقبل ما تسخن غادي نرشها بشويه ديال الزيت. كيف ما شفتوا هنايا انا غادي نبقى مستمره حتى وكان نكمل هذا الحرشات اللي عندي كاملين. والناس اللي كيشوفوا الفيديو ديالي اول مره كنقول لكم مرحبا بكم. انضموا للقناه ديالي وديروا ابوني وجيم وبارطاجيو وخليوا لي تعليق. اي سؤال اي تشجيع كنفرح به انا بزاف، وشكرا لكم بزاف اللي تشوفوا الفيديو ديالي اول مره. كنتمنىك تدخل عندي وتابونا عندي، تضغطوا على الجرس وتجربوا هاد الحريشات. والناس القدام كنقول لكم شكرا لكم على التعاليق ديالكم، راهم كيشجعوني بزاف. وغنبقى نشارك معكم بحال هاد الفيديوهات اللي غيبقاو يكونوا فيه 3 الوصفات 4 ان شاء الله. راه غادي مور هاد الفيديو مباشره غنحط لكم الفيديو ديال المروي وفيديو ديال البغرير. بمناسبة ان شاء الله رمضان قرب، علاش لا من قلتش نشارك معكم هاد الفيديوهات. وكاين بزاف ديال الناس كيعرفوا حاجات البنات وحتى الدراري، وكاين اللي ما كيعرفش. وكنتمنى هاد الفيديو تكملوا حتى الاخير وتخليوا لي تعليق او سؤال، مرحبا وشكرا لكم بزاف. هذا فضلا منكم وليس امر. في الحقيقه هاد الحريشات صحيين وكيجيو غزالين، من الاحسن ديروهم في الدار. الحاجه ديال الدار ما كاينش بحالها، كتجي غزاله وكتعرفي اش كتاكلي وحاجه كتغسليها. المهم حاجه ديال الدار ماشي بحال ديال برا. ما نقولش لكم شحال جاو بنان، والكميه تبارك الله ديال 3 الكيسان عطاتني تبارك الله كميه زوينه. وكي درنا منها الكوطي واحتفظت شي 8 الحبات في الكونجيلاتور هكا في الصباح ما تنجي نعمر اتاين جبت 2 ولا في الكوطي. المهم راه صحيين. ولا كيعجبكم بحال هاد الفيديوهات قولوها ليا وعطوني نتوما اراء ديالكم واسئله ديالكم، نستافدوا من بعضياتنا علاش لا. هنايا حاولت ندير ما نقطعش الفيديو ونخليكم تشوفوا كيفاش خدمت هاد الحريشات الصغار كاملين وكيفاش درتهم في داك السيركل ديال اللي خاص بالحريشات. وكي قلت لكم راه ماشي ضروري، ممكن ديري وحده كبيره وممكن ديري غير شي غلاقه ديال شي قرعه عندك. المهم تحضريهم باي طريقه، ماشي ضروري يكون عندك هاد السيركل. غير ما كانش ما غاديش ندير. ممكن تخدمي باي حاجه. انا كنت نخدمها بواحد القرعه ديال القهوه سريعه الذوبان، كانت عندي ديك الكبيره كنت كتجيبو نتايا يا سلام. غير هي كنت كنرشها بالسميده او هكا. الا كنت غندير هذه ديال البلبوله ديال الشعير وكان نخدم بهم كيجيو زوينين. المهم هنا ساليت الكميه اللي انا عندي ديال البلبوله الشعير، ساليتها كامله. وهنايا دوزت درت هذا المقله ديالي فوق البوطه باش تسخن. وخصكم في الطياب راه كتشد الوقت باش ما دارلكمش مصارلكم وما يتنفخوش ليكم. خصكم تعطيوها حقها في الطياب، ما تجهدوش البوطه بزاف ولا تقولوا دغيا. وهي راه كتشد الوقت، هي ماشي بحال السميده. هذا الحرشه ديال السميده هذه كتشد الوقت وخصها الخاطر باش ما تضركمش في المصران. كيف ما شفتوا هنا في لا فيديو انا دهنتها بشويه ديال الزيت وشعلت عليها تسخن، ومباشره غادي ندوز نطيب الحريشات ديال البلبوله ديالي الشعير. ونتمنى تجربوهم وتردوا عليا والله الا زوينين. وعطوهم شويه الخاطر كي قلت لكم، ما تزربوش عليهم. والمقله خصها تكون سخونه مزيان، شي من دهنوها بالزيت خليوها تسخن مزيان ونقصوا البوطه عليها وعطوها الخاطر. من بعد من غادي يبدا يتحمروا غتبقاو تقلبوهم كيجيو زوينين. وهما الا بغيتو خص دائما تقدموهم هما سخان، متيلاقوش تاخديهم تاكليهم باردين. تبغي تقدميهم تقدموا هكا سخان كيجيو غزالين وبنان. وكي قلت لكم زيت البلديه كتزيد تعطيهم البنه.
فهمتي كيكونوا سخان ممكن تقدموهم مع الزبدة او لو العسل او الفرماج على حساب، ولا غير زيت البلديه هكا لا كانت كتجي فنه وتقدميهم كيجيو سخان فنين، حيت الشعير كيتواتى مع زيت البلديه او زيت الزيتون كيتواتى معاها. الحمد لله. حاولت نقترح لكم هذا الفيديو هذا اللي غيكونوا فيه 3 الوصفات، كنتمنى يعجبوكم وتحطوا لي واحد تعليق. اي سؤال مرحبا. كي قلت لكم ها نتوما شي قلبتها كيعطي اللون زوين وكتجي ما شاء الله، ولكن راه شدات الوقت. ما تشوفوش الفيديو هكايا مزروب وتقولوا لا راه شدات ليا الوقت. من بعد ما غتبقاو تحيدوهم خص ضروري تحيدوا داك البقايا ديال داك البلبوله ديال الشعير اللي بقات تما مفرته، لان غتبقى ما غاديش تخليكم تخدموا على راحتكم، ما بقى هي تحرق وانت باقا طيبي. ضروري من بعد ما تحيديهم تعاودي تنطوي المقله ديالك. كيف ما شفتوا اللون ديالهم كيجي ذهبي غزال ما شاء الله. وكنعاود نقولها لكم عطيوهم الوقت. هنا غادي ننظف هاد المقله عاد باش انا غنعاود نحط الحريشات عاوتاني المره الثانيه. دائما خصكم ديروا هاد المرحله هذه حتى تساليو الكميه ديال الحرشه ديالكم، ولا درتوها كبيره على قد المقله راه حتى هي كتجي غزاله وتقدم سخونه مع زيت البلديه وزيت الزيتون ومع عسيله وزبده على حساب الموجود. هانتوما تبارك الله الكميه خرجت لي هذوك 3 الكيسان كبار ديال بالبوله ديال الشعير، خرجت لي كميه زوينه. لما الصراحه جربوها في الدار حسن ما تشريوها. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو هذا، وتجربوا هاد المرويات كيجيو فنين، وتجربوا البغرير وتخليوا لي جيم وتعليق زوين. وشكرا لكم، وهذا فضلا منكم وليس امرا. ولا كنعاود لكم الهضره مره وجوج باش يستافدوا البنات، حيت شحال من واحد كيجرب الفيديو وتيقول لك لا ما قلتش، ولكن لا كنقول انا التفاصيل وكنعاود نكرر الهضره باش نستافدوا. وكان عندكم شي تعليق او شي شهوه قولوها ليا ونشاركها معكم، علاش لا. هنايا ساليت الكميه الاخيره ديالي هي هذه. شو اللون تبارك الله كيفاش كيجي مذهب وواخده حقها في الطياب باش ما تضركمش مصارن وما يتنفخوش لكم. كي قلت لكم هي كتشد الوقت في الطياب. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو وتبارطاجيوه وتشاركوه مع الاخوان ديالكم والاصدقاء ديالكم. هنا كنستفها وغادي نحطها مع واحد البريريت ديال اتاي. هنا سال الفيديو ديالي، كنتمنى يعجبكم. شوف الشكيلات ديالها كيفاش كتجي واللوين مذهب وتبارك الله ما شاء الله جات غزاله. انا غنقطع معكم واحد الوحيده وغادي تشوفوها كتجي من الداخل ما شاء الله. جربوها وردوا عليا الخبر. كنقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.